اللي يقول لك من كل ما يتمناه المرء يدركه، يعني وتجري الرياح بإذن الله بما تشتهي السفن. ما في شيء يمشي عكس ما تريد إلا إذا أنت تبغى تمشي عكس ما تريد. هذه بعض العقليات كمان اللي ما أعرف عندها كذا متلازمة الحلطمة إن صح التعبير. يا أخي أحمد الله، ترى كل ما تتمناه القدر موكول بالمنطق. ويعني ماذا تتوقع؟ ما إيش أمانيك؟ إيش الأماني اللي أنت تتمناها؟ أتتخيل أنها مثلا وظيفة، ثروة، شركتين، 3 4 5 مليون؟ تتوقع أنه هذه ستضر شيء ولا ستنقص شيء في ملك الله؟ بس كيف عارف عقلية الشح عند الناس؟ عارف أقول له لا يا رجل تفاءل، حتمشي الدنيا والله حتمشي. احنا قديش حنعيش اصلا؟ ولا 60 70 80 سنه؟ يعني يقول اول 40 سنه امورك طيبه، بعدين يبدا فيكس وتبدا عاد تدخل في الممارسات، عارف، الصحيه الغير صحيه، صحيه وغير صحيه، فيكس واكلات، بعدين تمشي تعدي كلها كمان 20 سنه وكل ودع. يعني ما هي ذيك يعني مو مستاهل عارف انت كل الستريس ذا، او عدم حسن الظن بالله، يعني خصوصا في يعني في بدايه حياه الانسان او في منتصف حياه الانسان. فثق بالله، كل ما تتمناه ستدركه بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الحق يقول ادعوني أستجب لكم. استغرب من الناس اليوم اللي صارت تستهلك، يعني تستهلك حتى فكرة التوكل، عارف، تستهلكها كذا ودائما عنده كذا نوع من التشكك يعني حتى في الدعاء.